الله يسعد أوقاتكم. اليوم بإذن الله رح أقدم لكم طريقة بوظة بالجاتو كتير طيبة ولذيذة، بتبل القلب وبتبيض الوش قدام الضيوف. تابعوا معي الفيديو للآخر لتشوفوا كيف الطريقة. هلا أنا عندي هون جاتو شرحته، رح أخذ منه قطع بقالب، بقطع منه بقالب مدور على قد صينية الكب كيك اللي واضحة عنكم. وأنا حاطة جيلاتين بصينية الكب كيك، مثل وقت مرة ساويت أكلة حلو وساويتها بنفس الطريقة. وهلأ بدي أحط بسفل الصينية قطعة جاتو من هي الجاتو اللي أنا مشرحتها، وبدي أحط بوظة بالنص، وبدي رد فوقها أحط كمان قطع جاتو فوقها، يعني من فوق ومن تحت والبوظة بالنص. عن جد كتير لذيذة. والبوظة اللي بدي أعملها اليوم هي بالحليب والكاكاو، حابة أعملها بالميلو يعني. عن جد بتطلع نفس هيك البوظة اللي كنا نشتريها بالطفولة، كتير طيبة ومميزة طعمتها. وهلأ رح نبلش نحط القطع مثل ما واضح عليكم بعد ما قطعتهم بالصينية الكب كيك، وبعدين ببلش بساوي البوظة على ايدي يعني. وانتو مثلا بتحبوا تجيبوا بوظة مشكلة من برا اذا مو حابين تعملوا على ايدكم، بس عن جد جربوا هي الطريقة اللي هلا انا بدي اسويها، كتير طيبة ولذيذة. وفيكم تعملوها هيك، يعني مثلا انتو تسووا على ايدكم تضيفوا عليها جاتو اللي يعني مثل ما بتحبوا. هلا انا هون مثل ما شايفين عندي كريمة خفق سائلة انا حاطة بالبراد لتقريبا قربت تجمد، يعني لازم تكون كتير باردة. هلا انا هون بنفس الكوب رح اضيف بكل قسم من هدول الوعاءين يعني كاسة ونص تقريبا من الكريمة الخفق، كاسة ونص هون وكاسة ونص هون. بعدين بدي اضيف اضافات لهي واضافات لهي، كل وحدة شكلان، وحدة بالحليب وحدة بالميلو مثل ما حكيت. وبدي اضيف ظرف شانتيه، كريم شانتيه. انا هون يمكن نسيت صور المقطع او كنت عم صور بس ما تصور هذا المقطع انه ضفت كريمة شانتيه، بس يمكن اذا واضحة عنكم هون بالصورة. ظرف لكل وعاء. بعد ما ضفت ظرف لكل وعاء كمان ضفت تقريبا نص كوب حليب بودرة لكل وعاء من هدول، ونص نص كاسة ميلو لبوزة الميلو. حليب البودرة بيعطيها كتير طعم مميز عن جد ولذيذ وكريمي. كيف هي البوزة الكريمية اللي تبع المكنات، عن جد هيك بتطلع طعمتها كتير رائعة. وضفت معلقة فانيليا لبوزة الحليب. وأنا هون تميت تقريبا شي 3 دقايق أو 5 دقايق عم أضرب لحتى تكاثفت هيك معي. أنا رح أحطها على جنب بين ما أساوي كمان تبع الكاكاو. بس خلصهم هون شايفين. هلا هون رح أخفق بنفس ما خفقت بوظة الحليب لتتكاثف معي، وإذا حسيتوها سميكة فيكم تضيفوا شوية حليب أو كريم. وهلا أنا هون رح سيح شوكولا وضيف لها 3 معالق شوكولا لتعزيز اللون، بس هي طعمة الميلو بتكفي، ولا تكتروا مشان ما تطلع معكم دسمة. هلا هون أنا رح ضيفهم على كيس الفورمة مشان ضيفهم على صينية الكب كيك فوق الجاتو، الكاكاو والشوكولا. وهلا هيك بعد ما ضفتهم على الكياس الفورمة، طبعا بيسهلوا عليكم كتير انه ما تضيفون بالمعلقة. بتضيفون هيك ممكن طبقتين، طبقة حليب وطبقة كاكاو، ممكن حليب على الحل كاكاو على الحل. انا هيك ضفتهم مشكل، ممكن طبقتين ممكن طبقة. وضفت صوصات كريم كراميل وصوصات فريز وصوصات شوكولا، يعني بترجع لرغبتكم شو بتحبوا تضيفوا بتضيفوا عليها. وهون حطيت قطع كبيرة قطعت بالكاسة بعدين مشان تغطي معي البوزة منيح. وهلا هدول اللي زادوا بكيس الفورمة انا رح احطهم بالبراق بالفريزر بس ساعتين، وبطلعهم بصبهم بالبواري بشكل كريمي، بتاكلون كتير طيبين، بيكونوا اخدوا برودة. ما بدنا اكتر من ساعتين لانه رح يجمدوا ما عاد يصبوا معكم بالبواري. والباقي اللي زادوا عندي بالوعاء رح احطهم بعلب، وحط عليهم الجاتو اللي زاد هيك الكنارات او بسكويت او ممكن مكسرات او فواكه اللي بتحبوا انتو بتضيفوا عليهم. بتطلعون بتاكلون ان شاء الله صحتين وعافية. وهم مثل ما واضح عنكم انا حطيت بالكاسات وضفت عليهم صوص فريز، وحركته هيك شوي وغطيهم منيح وحطهم بالفريزر كمان بيطلعوا. وانا هيك تاني يوم طالعت صينية الايس كريم من الفريزر، وبلشت يسيح شوكولا مشان صبها فوق القطع.
هون سيحت الشوكولا والشوكولا كمان بيضة وبدي صبها فوقهم. بتسويهم بالميكرويف أو على بخار المي. بتحبوا تحطون نقطة زيت مشان يعطوكم هيك قوام سائل يعني، مشان يسهل عليكم صبهم. هون رح صبهم بالإبريق مشان يكون علي أسهل صبهم فوق الآيس كريم. وهلا أنا هون عاملة قطعة بدون أي جاتو، بس إنه عطيتها شكل الكب كيك، حطيتها وقتها سكبتها بدون جاتو. هون حابة أصب عليها شوكولا بيضة، بتطلع هيك قوامها كتير طيب وبتعطي مكس كتير طيب. عشان هلا أصب عليها مع الباقي شوكولا الحليب. قوامهم هي الشوكولا على كوكو، شايفين ما شاء الله هالقوام أحلى، شو ناعم من جد جربوها بتكون على